مدن كتير في استراليا والبرتغال باسم عربي: البسيتي من البسيطة، القلعة من القلعة، الجرف من الغرب، الكثير من القصر. وده لأن المسلمين حكموها 8 قرون فيما يعرف بالأندلس لحد ما سقطت في إيد الممالك المسيحية، ومن ساعتها بنبكي الأندلس اللي كانت جنة لحد ما سقطت بالخيانة. لكن ده كالعادة تبسيط مخل للحدوتة. لما المسلمين فتحوا مصر وبعدها شمال أفريقيا في القرن الثامن، لقوا نفسهم وصلوا للغرب الأقصى وبيفصلهم مضيق صغير عن أسبانيا والبرتغال. ده كان في عهد الأمويين، فعدى جيش من العرب والبربر بيقودهم طارق بن زياد، وفي سنوات قليلة معظم المنطقة بقت تخضع لحكم المسلمين، وأطلقوا على المنطقة اسم القبائل اللي حكمتها فاندلس، ومع التعريب بقت أندلس. وبنى المسلمين عمارة ومدن لسه باقية لحد دلوقتي، زي قصر الحمراء في غرناطة ومسجد قرطبة والجعفرية وبرج الدهب. بعدها بتسقط الدولة الأموية في المشرق على إيد العباسيين اللي هيحكموا الدولة الإسلامية، لكن ينجو شاب أموي اسمه عبد الرحمن الداخل صقر قريش ويحكم الأندلس. هنا الأندلس تحولت من ولاية تابعة للخلافة لأنها نفسها بقت قوة سياسية مستقلة، عندها جيش وعاصمة اسمها قرطبة. وفضلت السلطة تنتقل جوه البيت الأموي لحد عبد الرحمن الناصر اللي هيحول قرطبة في القرن العاشر لأقوى لحظة في تاريخ الأندلس، بيعيش فيها مسلمين ومسيحيين ويهود. لكن الموضوع ما كانش ورد قوي، كان في صدمات دينية وفوارق اجتماعية وتوترات بتظهر وتختفي حسب قوة الدولة. الأندلس ما كانتش جنة مثالية، هي كانت مجتمع حقيقي بكل جماله ومشاكله. وبعد القمة دي بدأت تتدهور. بعد موت المنصور بن أبي عامر دخلت الدولة في صراع على السلطة، والفتنة ضربت قرطبة. اتحولت دويلات صغيرة اسمها الطوائف: إشبيلية لوحدها، غرناطة لوحدها، طليطلة، سرقسطة، بطليوس. كل مدينة بقت دولة مستقلة. الطوائف دي ما كانتش خرابات، كان عندهم قصور وفنون وثقافة، لكن سياسيا ضعاف. وبقى كل حاكم بيخاف من جاره، لدرجة إن ممكن يتحالف مع مملكة مسيحية في الشمال. وهنا بدأت ممالك الشمال المسيحية زي قشطالة وليون تستغل فرقة المسلمين، لدرجة إن طوائف كانت بتدفع جزية سياسية للمسيحيين عشان تشتري وقتها وتضمن بقائها. ومن هنا اتولدت حكاية إن الأندلس ضاعت بالخيانة. لما ملوك الطوائف حسوا إن الخطر كبر، استنجدوا بالمرابطين من المغرب، فيجي يوسف بن تاشفين وينتصر على ألفونسو السادس. لكن المرابطين شافوا إن ملوك الطوائف ضعاف ومتفرقين، فأسقطوهم وضموا الأندلس لحكمهم. وبعد المرابطين جه الموحدون برضه من المغرب، لكن الممالك المسيحية في الشمال كانت بتتعلم من أخطائها، وتيجي الضربة القاتلة في معركة العقاب. بعدها يبدأ الانهيار السريع، تسقط قرطبة ثم بليسيا ثم إشبيلية، ما فضلش غير غرناطة في الجنوب، مش لأنها كانت أقوى، لكن لأنها كانت بتدفع جزية وتهادن وتلعب ألعاب سياسية. لكن في الآخر هي دولة صغيرة، وفي 2 يناير 1492 يسلم أبو عبد الله الصغير مفاتيح غرناطة، وتنتهي آخر دولة إسلامية في الأندلس. وبدأت أندلس تانية في الذاكرة اللي بنحكيها كفردوس ضائع. والحكاية دي مريحة لأنها بتحول التاريخ المعقد لدرس بسيط: إن الاتحاد قوة والتفرق ضعف. وده درس مهم لكن مش كفاية، لأن الأندلس ما ضاعتش لسبب واحد، لكن 8 قرون من التحولات. أندلس الفتح غير أندلس قرطبة، غير أندلس الطوائف، غير أندلس المرابطين والموحدين، غير غرناطة الأخير. عشان كده لما نقول الأندلس كانت كذا لازم نسأل أنهي أندلس. ما تنساش تتابعني، أنا أحمد صالح، بفكك التاريخ الشعبي وارجع الحكايات لأصلها.